حنا شفنا الصحفيين ملي مشاو لا كوت ديفوار كلهم تيتيريو في وليد الكراكي، يعني كيهضروا على وليد الكراكي، وليد 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 وليد. دابا الصحافه اللي جاو لفرنسا البقالين بقالين 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 بقالين، وانا ما كاينش غير هادشي هذا، راه كاين مواضيع اخرى، كاين مواضيع اخرى اللي كيمكن نتكلموا عليهم من وجهه ديالنا كصحفيين. كنا مجموعه من انا بعض الحويجات انا نقدر نبارطاجيهم معكم، لانني درتهم مثلا في الحائط ديال الجامعه المواطنه المغربيه. بعض المواضيع اللي انا شخصيا يعني ما انسبيري تلهمت منها، وقلت تمنيت انه يكون شي صحافي اللي جا مثلا هنا لفرنسا، يعني في الوقت اللي ما غيعلقش على البقالي وعلى الفريق الوطني ولا هذا، يمشي يدير مثلا شي روبورتاج على شي جانب من الجوانب. انا نعطي مثلا بعض الامثله، في هذا الباب هذا. دونك بعض الامثله، هذا صحفي نيلسون، صحفي عنده 71 سنه، يعني الفرنساويين شادين فيه بيدهم وبرجليهم ما يطلقوش. ما لان السيد يعني السيد عنده كفاءه عاليه، بوليغلوت، كيتكلم غير عده لغات، متمكن، عنده 71 سنه، هو مازال كيشتغل. لان الكفاءه ماشي قال له شي واحد وسير شد لا روطريت ديالك وسير جلس في حالك، وكي عنده واحد الاحترام تام، يعني الناس كلهم تيحترموه، انا من الناس اللي كيعجبوني كذلك. حتى شي واحد ما درنا شي روبورتاج ولا شي حاجه على هذه البطله، مشى تنتلاقى معها. هذا بطله مصريه شاركت في الالعاب الاولمبيه في المسايفه، يعني طالبه في الميديسين، يعني في الطب، ولعبت المسايفه، ربحات المصنفه رقم 7 عالميا الامريكيه، ولعبت وهي حامل في الشهر السابع ديالها. واش هاد القصص هادو ما يمكن ليناش يكون عندنا حنا صحفيين اللي يمكن يتكلم على هاد المواضيع هادو؟ كيفاش القصه ديال هاد البطله يعني المصريه اللي كتقرا في نفس الوقت الميديسين وكدير الرياضه من المستوى العالي وحامله ب7 شهور، هادو راه قصص كيمكن الانسان يتكلم عليهم، يعني لا بيرسيفيرونس. هذه بطله بلجيكيه الاصل ديالها من مكناس، شاركت كذلك في التايكواندو، ربحت ميداليه، حتى هي يعني طالبه في الطب في بلجيكا، طالبه في الطب وفي الرياضه من المستوى العالي، وكذلك متحجبه. يمكن نتكلموا مثلا على انها كيفاش كتحاول يعني تزاوج بين الدراسه ديالها، الرياضه ديالها، والحياه كذلك لا في سبيريتوال ديالها. انا كنعرفوا الضغوطات اللي كاينه في اوروبا. مثلا هذه البنت هذه كيمكن نديروا مثلا عليها مواضيع، ولا نتكلموا معاها، ولا نشوفوا كيس كي بو نوز انسبيري، شنو يمكن تعطينا. هذه يعني واحد البطله لعبت باسم ديال لوكسمبورغ في البين بون، لعبت في الالعاب الاولمبيه، السن ديالها 61 سنه. كيفاش يمكن لك تلعب في المستوى العالي وانت في السن ديالك 61 سنه في البين بون؟ يعني واحد الرياضه اللي كتطلب واحد الذكاء، واحد الدهاء، واحد البديهيه وداك الشيء. هذه مثلا من الرياضيات اللي كيمكن نمشيو نعملوا على روبورتاج. 61 سنه كدير الرياضه من المستوى العالي. هذه رياضيه 85 سنه عباد الله، شاركت في الماراثون بور توس. هذه حيت بالموازاه مع الماراثون اللي داروا ديال الالعاب الاولمبيه، فرنسا نظمت واحد الماراثون للجميع، الناس كلهم جراو. هذه السيده هذه في العمر ديالها 85 سنه وجرات في لو ماراثون بور توس، سي لا دويان ديال الالعاب الاولمبيه ديال الماراثون بور توس. واش هذه ما يمكنناش نمشيو نديروا عليها، نزوميو عليها، نتكلموا عليها، نشوفوا الحياه ديالها، نشوفوا مجموعه من الامور. هادو غير حويجات دابا حنا كمتفرجين عاديين، حويجات اللي هما لهمونا. هاد الصوره هذه انا بصراحه كتفكرني بالميموار ديالي، بلا الميموار مع مولاي رشيد، درت على خصوصيات اللاعب المغاربي والانعكاس ديالو في اللعب في المستوى العالي، يعني لي كاركتيرستيك دي اندبالور. درت في البحث ديالي مع مولاي رشيد كاركتيرستيك دي اندبالور ماغريبان اي لي كونسيكونس سور لو شوا تكنيكو تاكتيك دون لو او نيفو. ملي كنشوف هذا اللاعب الفرنسي هذا بالطول ديالو، هذاك اللاعب كيمكن لينا بحث هنا، واش باقي نقدروا نلعبوا نفس الرياضه اللي تكون عندنا الطول هذا وهذا القام؟ هذه راه مواضيع يمكن نتكلموا نتفلسفوا فيها، يمكن نبعدوا على الجانب الرياضي، نتكلموا على خصوصيات اللاعبين، نتكلموا على خصوصيات الموديل ماروكان اللي خصنا نصوبوا، اللي خصو يكون مبني على القدرات ديالنا بالامكانيات. هذه مثلا كلاغيس، هذه واحد البطله كذلك
فرنسيه اللي هما الصحافه شادين عليها اون بلان كومبيتيسيون مع ولدها في لاسونسور هازه الصاك ديالها. كيمكن نتكلموا على يعني على الرياضيين من المستوى العالي كيفاش كيمكن لهم يجيروا في نفس الوقت الحياه ديالهم الرياضيه وكذلك الحياه الاجتماعيه بصفه عامه. دونك هاد الحويجات هادو اللي انا شخصيا يعني متابع عادي لهموني. كنقول انا تمنيت انه لو كانوا الصحفيين ديالنا باش ياخذوا هذه العباره هذه، لان باغي ننميو الرياضه في البلد ديالنا. وكيفاش يمكن لك تمشي تقول لواحد المراه مثلا في المغرب تقول لها وخصك تمارسي الرياضه، راه كاينه واحد السيده عندها 85 سنه كدير الرياضه. كيفاش ان عندنا المراه حامله قبل ما كتحمل باقي الله عرفت راسها غتحمل كتحبس الرياضه؟ احنا عندنا بطاله في 7 شهور لاعبه في المستوى العالي. الاطباء كلهم تنصحوا بان الانسان خصو يمارس الرياضه قبل الحمل واثناء الحمل ومن بعد كذا. كاين بزاف ديال لي ميساج، اللي يمكننا ناخذوا عباره من الرياضه ونستافدوا منه. للاسف الشديد هذو الحويجات اللي كنقولوا الرياضه يعني الصحافه ماشي صحفي غير غيشوف غير النتائج. راه البقالي ملي كينجح راه كنتفرجوا فيه تنشوفوه نجح. المغرب ملي تيباركي البيت راه شفناه. ولكن حنا بغينا الصحافه كذلك تكون صحافه اجتماعيه رياضيه كتكون كتهتم يعني بالرياضه كواحد القاطره ديال التنميه ديال البلاد ديالنا توضح. لان حنا الهدف ديالنا اليوم هو ان المغاربه يبداو يمارسوا مثلا ممارسه رياضيه من اجل الصحه الى اخره.